رجعنا لكم مرة تانية ومعانا دكتورة رشا سمير، صحفية وروائية كبيرة جدا. أولا منورانا، انت وحشاني انا بشكل شخصي يعني. مش كده برضه احنا يعني مش عارفه اقول لك انا قد ايه مبسوطه اني معاكي النهارده، لان خليني اقول ان اول برنامج طلعت فيه في حياتي كنت معاكي برضه. الله وكنت قاعده طبعا معاكم بنخبط في بعض وكده وانت بتسكتيني. طول عمرك واثقه في نفسي. اولا شفتي طبعا نظام البرنامج وقلنا كذا خبر كده فيهم اخبار. قبل ما نتكلم على ملف التعليم طبعا ده عايز له 10 حلقات، لكن ايه اللي لفت نظرك في الاخبار؟ والله لفت نظري طبعا الخبر بتاع المراه الفرعونيه، يمكن لان انت يعني تفضلتي وقلتي في المقدمه الجميله يعني ان انا مهتمه يمكن بقضايا المراه اكتر. فطبعا يعني طول عمرها عايزين نقول بس ان المراه الفرعونيه اهي خدت حقوقها قبل يعني بعد الوف السنين الحقيقه كانت واخده حقوقها، وكان في منها قاضيه وكان في منها طبيبه وكان يعني كانت بتشتغل حاجات كتير جدا. ام الملك احمس زي ما انت قلتي الملكه دي من اكتر الناس اللي يعني ساندته في ملف الحروب وغيره. الملكه نفرتيتي والملكه حتشبسوت. الملكه حتشبسوت كانت يعني صنفت عالميا من اقوى السيدات في العالم اللي قدرت ان هي تحقق حاجه وتجاره وغيره وحروب. دي كانت بتلبس ملابس المحاربين وكانت تنزل بتحارب بنفسها. فطبعا حاجه يعني حاجه جميله ان احنا يبقى يعني تاريخنا كده، لكن نتمنى بنحاول نطبق ده. بنحاول والمراه خدت حقوق كتير برضو، مش هنقول لا يعني، ولكن برضو ما زال لسه في حقوق كتير جدا هي بتكتسب حقوق، لكن يعني الحقوق ممكن تكون اكتر من كده يعني. يا حتب دي كانت اللي هي والده احمس دي كانت بتحارب، يا حتب اللي كانت بتحارب لما زوجها مات قعدت تدي قرارات هي لوحدها كده مع نفسها في الحروب يعني. وشجعت ابنها كتير ووقفت جنبه لحد ما قدر لان هو تولى الحكم وهو صغير يعني. طيب يعني من ضمن الحاجات اللي كمان لفتت نظرك، هل في حاجه ثانيه قبل ما تيجي ندخل على ملف يعني التعليم؟ طبعا موضوع بقى العرب والصرف. انت قلتي كام؟ قلتي مبلغ خيالي كده 5 مليار دولار. 5 مليار دولار ده كتير جدا، ده قد يحل مشكله حاجات كتير جدا يعني. طبعا يعني من المؤسف ان يكون يعني احنا العرب ما بيننا بهذه العقليه ان نصرف الفلوس دي كلها في حين ان المسلمين في بورما بيتقتلوا والمسلمين في الصومال مش لاقيين ياكلوا، وفي دول كتير جدا محتاجين مسانده احسن من كده يعني. فنتمنى ان بس يبقى في مكان نقدر نصرف فيه ممكن بشكل احسن يعني. ده يعني بالتعليم برضه صح؟ اكيد. طب ندخل بقى في الملف الجاد جدا. اولا انت واصله مرحله ايه؟ حاسه انه التعليم هو الاساس في كل مشاكلنا فعلا؟ بصي طبعا ما عنديش شك ان التعليم من اهم يعني المشكلات في مصر، وان لم يكن اهمها، وان اذا كان في خطوه لازم تتعمل عشان مصر بكره تبقى احسن من مصر النهارده فهي ملف التعليم. مفيش كلام. الحقيقه يعني انا شايفه ان سياده الرئيس نفسه مهتم بالملف جدا، ولكن الحكومه فين؟ الوزراء فين؟ برضو شايفه ان من يعني حاجه كويسه جدا وحاجه تحتسب للتعديل الوزاري الاخير ان وزيري التعليم سواء التربيه والتعليم العادي او التعليم العالي الحقيقه الاثنين على قدر كويس جدا من التعليم وليهم سي في طويل وليهم باع طويل. يمكن وزير التعليم العالي انا شخصيا يعني هو كان استاذي في الجامعه في الايام ما كنت في طب اسنان، ورجل له فكر وله رؤيه، وده على فكره تعتبر خطوه جيده جدا نقدر نبدا منها لان الناس عندها فكر. شايفه بدا وزير التربيه والتعليم ياخد خطوات جاده، مثلا يعني فور انستنس موضوع ان هو يلغي الوجبات المدرسيه اللي كل يوم بتسبب تسمم وكل يوم فيها مشكله. فالحقيقه شايفه انها خطوه جيده جدا يعني. خطوه تحتسب للاثنين وتحتسب للدوله ان النهارده قادرين نحسن الاختيار ولو مره في ملف التعليم يعني. طب انا عارفه انك انت تابعتي الملف كتعليم حكومي اللي عليه مشكله كبيره جدا، وتابعتي كمان التعليم اللي هو اللغات في المدارس الخاصه، وفي نفس الوقت شفتي تعليم في المدارس الانترناشونال او المدارس الدوليه. فقولي لي كده، ده ما خلقش نوع من الطبقيه كده اللي يعني مقصوده هنقول؟ طبعا خلق نوع من الطبقيه، لكن والحقيقه يعني هرجع واقول هي مسؤوليه الدوله ومسؤوليه الدوله ومسؤوليه الدوله ان يطلع في مدارس خاصه ويطلع في جامعات خاصه. الجامعات دي والمدارس دي بكل اسف مش عايزه استعمل الفاظ بس ولكنها لحد كبير بتبتز اولياء الامور الحقيقه يعني. يعني في منها جهات بتقدم تعليم فعلا، وفي ناس الموضوع بالنسبه لها بيزنس، والاغلبيه الموضوع بالنسبه لها بيزنس الحقيقه يعني. لو خلينا نتكلم عن الملف الحكومي الاول، طبعا مدارس الحكومه مشاكلها حدث ولا حرج يعني، عشان بس ما يقعدوش يقولوا اصل هيقولوا الملف الماليزي ومحمد مهاتير ولا مهاتير محمد فده اصل احنا هنبص لبره. لا، خلينا نبص لمحمد علي باشا اللي اليوم ما حب يعمل مصر الحديثه ومصر النهضه اهتم بالتعليم، وده كان ملفه الاول على فكره. وبعثات راحت لبره وجابت، وكان اغلب على فكره الناس بتاخد ماجستير ودكتوراه من بره، وقدر يحط مصر فعلا على ارض صلبه بالتعليم، واهتم بالتعليم الحكومي لان ساعتها ما كانش في تعليم خاص. اجانب عشان يدرسوا
التلاميذ هنا يعني جاب اجانب وفي نفس الوقت بعت خبراء. بعثات كتير جدا، ففي والعكس. الناحيتين صح. قدرتي تفيدي هنا والناس اللي تطلع بره تستفيد فترجع تفيد بلدها. يعني طبعا ملف الحكومه مشكله التعليم ان هو الحقيقه ما هوش مشكله واحده، ده مشكله مدرس ومدرسه وطالب ومنهج يعني واراده سياسيه، يعني خليني اقول كده يعني. فاذا كان في اراده سياسيه حقيقيه التعليم هيتغير. نبدا منين؟ طبعا يعني مش قادره الوم حد لان الملف كبير جدا. يعني ده لو باختصار ملف الحكومه. لو اتكلمت بقى عن الملف الخاص ده بقى اللي حدث ولا حرج يعني طبعا الجامعات يمكن ايامنا انا، او هتكلم على ايام انا بلاش انت عشان انت اصغر مني بكتير طبعا خالص. ميرسي على المجامله الجميله. يعني جامعه القاهره وجامعه عين شمس كانت الجامعات الاقوى، ما كانش في غيرها تقريبا. والحقيقه كانت بتقدم تعليم على مستوى صحيح. محترم جدا يعني. النهارده مش هتكلم على نوع اعداد خياليه، فانت هتدخلي ابنك يقعد في مدرج فيه 3000 واحد مش عارف يستوعب حاجه ولا عارف ياخد حاجه. الناس اتجهت للجامعات الخاصه، على فكره ما اتجهتش لانها فزلكه ولا اتجهت لانه معاه قرشين مش عارف يصرفهم فيه ولا عايز يقول اصل انا متخرج من الجامعه الفلانيه. لا، الموضوع ان انت بتدوري لابنك دايما المستقبل هو التعليم، فبتدوري لاولادك على المستقبل الافضل. منين؟ بان انا اخليه يتعلم تعليم احسن. والله اذا كان التعليم بفلوس الناس بتعمل جمعيات والناس متعذبه والناس بتحوش، يعني ما هوش على فكره مش كل الناس معاها فلوس ترميها وخلاص. في النهايه ايه اللي بيقدم؟ الحقيقه ما هوش حتى مستوى تعليم يليق بالجامعات الخاصه دي. النهارده بقى حصل طبعا بعد تعويم الدولار المشكله عنيفه بقى. يعني يمكن انا كنت كاتبه في المقال اللي فات عن يعني 3 اماكن بعينها ومش لازم اذكرها تاني يعني، ولكن جامعات علت مصاريفها ومش عارفه المفروض اذكرها ولا لا الحقيقه، بس ولكن يعني الجامعات علت مصاريفها، وصلت مصاريف احدى الجامعات ل 300,000 جنيه مصري. فيعني في ناس طبعا معاها عادي هترميهم، وفي ناس كانت تطمح لاولادها في تعليم ومش عارفه تدفع وممكن تكون دايسه على نفسها جامد وبتيجي على نفسها جامد عشان اولادها في النهايه يتعلموا كويس، لكن وصلوا لمرحله مش قادرين مش قادرين. وبعدين ما احنا مش هنجبر بقى نضغط على الناس تسرق عشان تعلم عيالها، يعني ده مش منطقي. البديل ايه؟ البديل اوفر تعليم حكومي واوفر جامعات حكوميه وانهض بالمنظومه الحكوميه عشان اقدر اوفر ده للبيرنتس فيقدروا يقولوا طب شكرا يا جماعه خلاص مش عايزين ندخل جامعات خاصه ولا عايزين ندخل مدارس خاصه يعني. انما مش معقول الموضوع بقى اتاوه، يعني كل مدرسه تبعت مع الولاد ورقه اصل احنا زودنا مصاريف 30%. مع احترامي برضو الشديد لكل المجهود المبذول واحترامي الكامل لوزيري التعليم، ده يخضع للدوله وده تحت اشراف الوزيرين. فاذا لما يحصل بعض المدارس رجعوهم تاني، قالوا لهم مثلا او بعض الكليات الخاصه قالوا لهم انه لو الاهالي وافقوا ممكن احنا نوافق. يعني كان في ده اللي عمل كده ايه الجهه يعني الوزاره التعليم ردت عليهم في ارتفاع الاسعار، قالت لهم لا احنا مش هنوافق الا لو اولياء الامور وافقوا. اولياء الامور وافقوا على زياده يعني؟ ما وافقوش طبعا. اولياء الامور ما وافقوش ليه؟ ما لهمش حق برضه. يعني لا يعني انا بتكلم على مثلا بعض الجامعات زودت زياده خياليه، برغم ان كانت مجموعه من اولياء الامور مقدمين يعني رفعوا قضيه في المحكمه وكسبوا القضيه، والجامعه يعني اللي هو ولا حاجه خالص يعني يكسبوا القضيه، والقضيه تحت اشراف وزير التعليم العالي. الحقيقه مش شايفه لا صوت منه ولا صوت من حد بيتدخل يعني. فحلو يعني. طبعا في رد برضو بيترد حقيقه شايفاه في منتهى السوء، والله اللي معاه فلوس يدفع. بس والرد الثاني يقول لك الدولار وانا بدفع بالدولار للمدرسين اللي بيجوا فبالتالي لازم السعر يزيد. على فكره يعني سمعنا الكلام ده، ولكن طبعا دوري هم كام مدرس يعني الاجانب اللي في كل الجهات دي، هتلاقي مثلا 7 8 وكلهم ما هماش كواليفايد اصلا هيدرسوا يعني بالشكل الفظيع، لكن جايبينهم كده منظر عشان يبقوا اجانب وبتاع. انا شايفه ان الكلام ده لازم يخضع، ما انت على ارض مصريه، والمفروض ان التعليم ده نون بروفيتبل، يعني ده مؤسسه غير هادفه للربح. طب هي غير هادفه للربح ويبقى الربح بقى 300%، مش معقول يعني، مش طبيعي طبعا. لو اتكلمنا بقى على فكره، انت عارفه الرئيس دايما لما بيسافر اي بلد بيبقى مهم قوي انه يشوف المدارس هناك والتعليم عامل ازاي. من ضمنها مثلا اليابان، لما راح عملوا له يعني جوله كده في بعض المدارس وشاف الدنيا فيها ايه. والحقيقه انه معروف في النظام الياباني ده تحديدا، مثلا ودايما اقولها الحقيقه في البرنامج، انه لغايه رابعه ابتدائي ما عندهمش امتحانات، يعني ما فيش امتحان، هو بيعرفوا بلده فيها ايه، بيخليه يحب بلده، بيخليه يحب مدرسته. اول يوم يدخل يزرع الشجره يفضل يرويها لغايه ما يخرج من المدرسه وتبقى الشجره دي باسمه. يعني بيعلموا حاجات، بيعلموا بيئته فيها ايه، بلده، تاريخ بلده يحفظوا له كويس لغايه رابعه ابتدائي. يبتدي بقى من 5 يعملوا امتحانات ويبتدي يحطوا له درجات. الفكر ده ممكن يطبق عندنا؟
هو الفكر ده، السؤال ده جميل قوي. الفكر ده لازم يطبق عندنا، مش يعني بجد. انا شايفه كمان ان تطوير التعليم لازم يبدا من الكيجي، من الحضانه طبعا. انما هنقعد بقى نقول اصل ثانويه عامه نخليها علمي وادبي ولا ادبي بس، وسته ابتدائي نشيلها ولا نحطها، اذا احنا هنفضل نلف في نفس المنظومه الفارغه للابد. لكن الحقيقه اذا كان انا شايفه الحقيقه مستبشره خير جدا بوزير التربيه والتعليم دكتور طارق شوقي، لان شايفاه الحقيقه راجل محترم وعايز يعمل حاجه يعني. فالحقيقه ادعوه جدا انه يبص للتعليم ده من الصغر. احنا لازم نبدا من الكيجي، معلش مع احترامي لكل المناهج التعليميه دي، فور بقى المناهج التعليميه دي كلها لانها الحقيقه هراء. فورها، لا تطورها ولا تعدلها، تطورها ولا تجيب واحد مش عارف مين بسطويسي بيالف كتاب فهات وحطه في العربي. لا يعني العيال بجد احنا يعني بيبقوا اذكياء. الاطفال المصريين بيبقى الطفل ذكي لحد ما يخش المدرسه يصيبه التخلف، ده بحث يعني ده ما فيهوش كلام يعني. ان انا اعلمه انه ينتمي. يعني خلينا مثلا نتكلم عن تجربه ماليزيا. تجربه ماليزيا قال لك اول حاجه علمها للولاد، مسك طبعا قسم التعليم ده ابتدائي واعدادي وثانوي. ابتدائي ابتدى يركز كويس جدا مع فكره ان ازاي يعلم الولاد الانتماء لبلدهم كويس. يعني الطفل ده ينتمي، الطفل ده يحب بلده من خلال كذا 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 حسب عقليته وحسب ما بعرف اخاطبه يعني. ابتدى يقول التعليم ده يا جماعه انا هبداه من النهارده، انا عملت له خطه بعد 20 سنه زود طبعا ميزانيه الدوله للتعليم، مفيش كلام طبعا. ميزانيه الدوله زادت، انه تهتم بالتعليم الفني اللي هو مش موجود عندنا خالص تقريبا. يعني بتجيبي حد يعمل لك حاجه في البيت كارثه يعني. وبكل اسف لما بيجي مثلا عماله زي مثلا السوريين لما جم مصر الحقيقه اكتسحوا العماله المصريه جدارة يعني حقيقه يعني تحيه ليهم. وفي نفس الوقت يا جماعه ما يصحش لان دي بلدنا. ف يعني هرجع اقول انت ابدا من الصغر، ابدا من الصغر، فور المناهج دي خالص، ابدا اهتم بان الطفل يبقى طفل. لان انا الحقيقه مثلا عندك منهج الدراسات الاجتماعيه حدث ولا على فكره دي انا جيتي حطيتي خط تحتها، لان دي مشكله عدد كبير جدا يمكن كل الاباء الدراسات الاجتماعيه. يعني انا اتذكر ان انا مثلا كنت قربت اقتل بنتي ايام يعني لو ارميها من الشباك اللي هو لا يعني حاجه بجد. بيعتمد في الاساس ايه؟ على الحفظ؟ انا مش عارفه على اساس ايه الحقيقه، لا انت فاهمه ولا انت عارفه تحفظي. فانا كنت والله بقول لها كلام وزعق لها واقول لها مش عارفه، انا مش فاهمه انت مش قادره تفهميني اذا كنت انا مش فاهمه يعني. عايز اقول لك ايام انا فاكره بالذات رابعه ابتدائي لانك ذكرتيها مثل يعني. ده كان بدايه منهج الدراسات الاجتماعيه، بيخش عليكي كده تحسي حد عدى طف عليكي النور وانت قاعده فان هو بتلطش في الضلمه يعني. المنهج الحقيقه مرعب. انا كنت نزلت ساعتها مقال والله كنت مسمياه 10 ظواهر طبيعيه حيرت العلماء. بجد انا يعني كنت بقرا عن حاجات انا مش عارفه دي ايه يعني. مش عارف ده دوله ايه، حدودها ايام هي مالها بقى، ومال المماليك كان حدودهم ايه ايام مش عارف يعني. اديهم حاجه يستفيدوا منها، اديهم تربيه قوميه، عرفهم يعني ايه برلمان، عرفهم يعني ايه مجلس شعب، حقوقهم ايه، واجباتهم ايه، انتباه ازاي الولاد تعملوا ويشوفوا بقى يعملوا فعلا مجلس شعب على مصغر زي ما بيقولوا مش فاهمه ليه مثلا ما بيتعملش دراسه التاريخ. انا بعشق التاريخ لكن انا كنت بكرهه جدا ايام المدرسه، حبيته لما اتخرجت. طب ما تحبب الولاد عن طريق مثلا افلام دوكيومنتري تتعرض حاجه. انا بفاجئ النهارده ان بنتي في ثانويه عامه بتاخد نفس النصوص اللي انا كنت باخدها من 5 سنين يعني حاجات مش من 5 سنين، انا بهزر يعني مش ممكن ان النص يعني طبعا مع احترامي للشعر الجاهلي والادب الجاهلي والكلام الظريف ده، انما مش معقول انا البحر فيه ده داخل الدر كمان لحد النهارده. ما هو ده مش معناه ان الشعر ده كان وحش على فكره يعني بالعكس هو مهم جدا. اختار بقى الحاجه اللي ممكن حاجه من الشعر الجاهلي، نص واحد من الشعر الجاهلي ماله بقى بيرام التونسي، ماله صلاح جاهين، ماله نزار قباني يعني في 100,000 حاجه. ممكن يكون المعاصر الطف شويه. القصص في ادباء عظام نزلوا قصص مدارس القصص دي. والله انا دايما اقول قصه انا حره لاحسان عبد القدوس من القصص اللي يجب ان تدرس في المدارس من غير ضحك يعني ومن غير حقيقي. قصه بتقدم قيمه مهمه جدا، قيمه الحريه. دور على حاجه اقدر اتواصل بيها مع الولاد دول يعني، غير ان انا حببهم في التعليم. لا انما انا بقعد احفظهم واخش يرمي الكلمتين دول على ورق الامتحان بكره الصبح تساليه يعني. انا مره والله كنت قاعده مع حد يعني خريج كليه طب ومش عارف مين طلعت حرب يعني بنتكلم في مين طلعت حرب مش عارفين مين طلعت حرب. تسالي اسئله عاديه جدا الناس مش عارفه. حد متخرج من ثانويه عامه بيقول لك هو رئيس السادات جه الاول ولا عبد الناصر؟ والله هذا الكلام حدث قدامي مش هزار يعني. فمش ممكن يكون التعليم انه عشان ينجح يعني. انت عارفه دوله فنلندا مثلا دي واخده على مستوى العالم. كان عندهم مشكله تدهور كبير جدا لما تشوفي الرسم البياني بتاع التعليم عندهم كان منحدر للغايه. بعدين قرروا ان هم هيجددوا في التعليم فبقوا نمره 1. فلما اتعمل الدوكيومنتري برضو على فنلندا تحديدا والتعليم فيها لقوا انه ما بيدوش واجب خالص، ممنوع الواجبات. اقصى حاجه ممكن يقعد ربع ساعه يعمل واجب ما عملوش في المدرسه. انه بيزودوا نسبه اللعب
في المدرسه، وبالذات السن زي ما انت قلتي كده فتره الحضانه وابتدائي، الاطفال خلوهم يلعبوا العاب فيها ذكاء وتشغل دماغهم وتنميها. عملوا حاجه كمان ظريفه جدا انهم دخلوا العلوم مع بعض. يعني يقول لك، وانا حتى دايما اقولها برضو، انه مثلا عشان يدرس الحرب العالميه الثانيه بيدرسها اقتصاديا وسياسيا عسكريا، بيدرسها ازاي اثرت في مجتمعات بعد كده وغيرت مجتمعات، بيدرسها هندسيا، يعني بيدرسها من زوايا كتير. يقول لك عايز تفتح مشروع مثلا فهتدرسه اقتصاديا، هتدرس بحيث انه دخل مواد، مفيش حاجه اسمها حساب لوحده، علوم لوحدها، دخل العلوم كلها. ويمكن يعني المصري القديم كان بيعمل ده، انه كان بيدرس فلك وطب وهندسه في نفس الوقت. هم ابتدوا يعملوا ده. لا، وعلمهم ازاي يستفيد من ده لبكره. يعني انت بتاخدي المواد دي مواد جافه صماء كده، تخلصيها بترميها خلاص نسيت الموضوع، انما علمه بقى لبكره انت النهارده هتستفيد من ده بايه. يعني انا شخصيا درست سنتين من حياتي في مدرسه في امريكا، كنت يمكن في ثانيه اعدادي او اعداديه. الوقت بيعلمك مثلا ازاي الام تبقى الست تبقى ام. يعني في حاجه اسمها فاميلي اديوكيشن، يقعد مع الست ويفهمها ازاي تقدر يعني تتحمل مسؤوليه بيتها، تربي ولادها ازاي. الراجل بالتالي كان في حاجه لطيفه جدا بتتعمل، حاجه شبه البوك كلاب كده، ان كل اسبوع روايه حد بيختارها وبنقراها كلنا وبنناقشها. يعني حاجه لطيفه خفيفه في نفس الوقت استفاد منها. يعلمك تايبنج، يعني الرياضه حاجه من الحاجات اللي كان عليها ستريس بشكل غير طبيعي. التربيه القوميه، ما هو انت النهارده الولاد لا فاهمين يعني ايه مجلس شعب ولا يعني ايه برلمان ولا نازل ينتخب. دي حاجات صداع. يعني انت عندك في ناس بتنزل تنتخب هي مش عارفه بتنتخب ايه، والله بيعلم وخلاص. فهرجع اقول التعليم اساس كل شيء. ويوم ما تدرك الدوله المصريه ان التعليم مش بس كالماء والهواء، ان هو اساس نهضه بكره، والله يوميها ده هتتقدم مصر فعلا. فعلا. بتعملي مشاريع كتير جدا، لكن مطلعه اجيال تستهلكه وتاكله فقط. بالظبط كده. يعني مش هتعرف تزود عليه، مش هتعرف تبدع في اللي جاي، هي هتطلع تاكله. هي فكره بدل من ان تعلمني، بدل من ان تعطيني سمكه علمني الصيد فعلا. يعني وبعدين مش يعني الكلام ده احنا لازم نبدا بيه. دوله البحرين يعني الحقيقه دوله من الدول العربيه اللي عملت نهضه تعليميه هايله عندها. وبداوا على فكره بقى لهم مثلا نتكلم الكلام ده من 1940 لما بداوا ياخدوا قرار احنا على فكره هنبدا نطور التعليم. بداوا بالمدرس، وبداوا ياخدوهم يعملوا لهم بعثات ويعملوا لهم مسابقات، امتحانات كل 6 شهور. يعني بدات احنا بنقول لك انا تمتحني ازاي، ده انا عريق في اللغه العربيه. النهارده تعالي شوفي البحرين بدات من 100 سنه، يعني بقى لها قصدي مش 100 سنه بس، بدات من كتير، بقى لها طويل وقت طويل. بتقول احنا هنبدا النهارده، فهيبان ثمره ده بعد قد ايه. النهارده البحرين الحقيقه شعب مثقف ومتحضر ومحترم. انا مش عارفه ليه بلاش التجارب اللي بره دي، ما نتعلم من تجربه جوه. وتطوير مناهج، لا هي يعني ارمي المناهج دي وهات مناهج ثانيه. صحيح. مين اللي يحط لنا المناهج من وجهه نظرك؟ يعني احنا تعودنا ان مثلا اساتذه الجامعه هم اللي يحطوا المنهج. هل الموضوع محتاج لجان كبيره، ناس؟ ايه رايك؟ يعني مين انا والله رايي ان حد يكون عنده رؤيه ايا كان الحد ده. يعني مثلا اللغه العربيه مش لازم يبقى خريج دار العلوم ومش عارف ايه وفقه، يعني ممكن نستعين بيه برضه، بس ما فيش مانع من كده. انا رايي انها ما تبقاش شخص واحد طبعا، هي لازم تبقى لجنه او لازم تبقى مجموعه، كل واحد يقدم اطروحه والكلام ده كله يدرس ويطلع منه حاجه. يعني لو كل واحد قدم عمل شابتر والشابترز دي كلها قعدت اتدرست صح وطلع منها حاجه كويسه، في النهايه لو تقدم يعني حاجه مثلا، لو تقدم 20,000 مقترح هيطلع منهم في الاخر 20 كويسين. خير وبركه. مش شرط ان اللي بيحط مثلا اللي يقترح قصه العربي لازم يبقى حد مخضرم وخريج مش عارف، لا مش شرط. يعني ما ان شاء الله يا رب يكون روائي ولو رؤيه كويسه هاتوه. حد يكون عنده رؤيه تطويريه، حد اتعلم بره، يعني مش شرط. ولكن فرد واحد زي ما بيحصل. يعني انت منهج اللغه العربيه عاده بيتعمل زي مسابقه كده كان زمان، والمسابقه دي بنختار واحد يجي يحطه. مش ممكن دي طريقه يعني. ومش ممكن تطوير. يعني لسه هرجع اقول تاني اللي احنا كنا بناخده من 20 25 سنه ان الولاد بياخدوه لحد النهارده مستحيل، لان الزمن اتغير. يعني صحيح. النهارده الولاد ليه ما استغلش موضوع الانترنت طبعا يعني بغض النظر عن ودلوقتي في مبادرات جميله جدا، شباب صغير عامل ازاي يشرح منهج العربي بالموسيقى مره، بالاغاني مره، بالفيديوهات اللي بتوضح مره. يعني في افكار ممكن يتم استغلالها بشكل كويس. انا عايزه اقول لك يا كريم والله ان في مجموعات شبابيه، وانا بشوف ده لاني بشوف بناتي بيشتركوا فيها الحقيقه. مثلا مجموعه من الجامعات يلموا بعض كده من كل جامعه ويعملوا مجموعات، يعني مش عارفه المفروض اقول اسمها برضو ولا لا، ولكن جروبس بيعملوا نشاطات بيقعدوا مع بعض. بتوع سنه رابعه بيدرسوا لثالثه وبيعملوا سيشنز ويقعدوا يشرحوا للولاد يعني ايه تستقوى بنفسك، يعني ايه تنتمي لوطنك، يعني ايه يبقى عندك فكره، ويطرحوا فكره ويعملوا ديبيتس ومناظرات، وكل فريق منهم يطرح فكره.
الحقيقه انا بشوف بنتي والله، انا بقعد ابص لها واقول والله برافو، يعني برافو، هي اللي اختارت تنضم لده، وهي اللي وماشيه معاهم وبتعمل شغل ممكن كويس. بالتعاون مع تكتب الشباب مقالات. ده يغيروا برضو طريقه بالظبط الشرح كده. وطريقه هات المناهج. الولاد دول واقعد معاهم واقول لهم انتوا عايزين تدرسوا ايه، انتوا شايفين البلد ازاي، انت شايف المنهج ازاي، قول رايك. لان الحقيقه في شباب في مصر شباب واعد وعمل أوي. شغل كويس عايز جدا يعني الحقيقه حاجة. يعني انا والله قابلت شباب واحب جدا ان انا اشجعهم، ولما بقابل حاجه كده بصر ان انا اكتب عنه، لانه الحقيقه يستحقوا انهم طبعا يذكروا طبعا يعني. عشان وإن احنا بس سلبيات وبس. لا، وين احنا كمان شايفين ان يعني رئيس الجمهوريه النهارده الراجل مهتم بالكلام ده وبيعمل مؤتمرات شباب وبيقعد معاهم. الدوله بقى تقف في ظهره وتزق يعني، انما مش معقول هيفضل هو لوحده عايزين برضه. تطبيق. الحقيقه يعني. ايه رايك في الثانويه العامه والرعب؟ هل ممكن يجي لنا يوم الاهالي ترتاح من الرعب الثانويه العامه وان يبقى الجامعه بتعمل امتحانات واختبارات، كل كليه بتشوف مين مؤهل مين مش مؤهل؟ ده هيحصل في حاله واحده لو احنا برضو خدنا السيستم. يعني الناس ليه دورت على السيستم الامريكان والبريطاني؟ سهل. لانه والله غير انه سهل، انا عايز اقول لك البريتش ما هوش سهل خالص، واكيد انت ادرى مني يعني. والسيستم الالماني وغيره. الامريكاني يمكن سهل شويه. الامريكان طبعا اسهل، ولكن الامريكان بيشتغل على، او الامريكاني بيشتغل على انك تطلعي بني ادم عنده رؤيه وعارف يتعامل مع المجتمع، يقدر يقف على مسرح ويتكلم على الجزء الانساني من الشخص، او يعني الجزء المهارات اللي عنده. المهارات بالظبط. انما البريطاني ما هوش سهل خالص، هو معقد برضه وبيدي حاجات معقده، لكن طريقه الامتحان بقى يعني انا عن نفسي ولادي بيدرسوا بريطاني وسعيده جدا بده. يعني يكفي ان هو داخل النهارده الامتحان اتعرض لاي حاجه ما جابش سكور كويس، يقدر يعيد مره واثنين وثلاثه لحد ما يحسن مجموعه. انما مش معقول طالب الثانويه العامه ده يعني داخل رافعين له السكاكين احنا وموقفوها الامتحان بيتصرف عليه كتير قوي دروس يعني، وبعدين يجي تشاومينج يروح مسرب الامتحان يقوم يعني في الاخر. كانت قصه برضه. لا يعني مأساة بصراحه يعني. اهو الموضوع ده الحقيقه كان يجب ان يقال بعديه وزير التربيه والتعليم فورا يعني. بعدها بفتره الحقيقه مشي، ولكن يعني في ساعتها كان لازم يكون في ردع لهذا الكلام يعني. انما يجي بقى الولد اللي غاشش يتساوى باللي مذاكر، وفي النهايه انا يعني بسمع حاجات والله. حتى الناس اللي بتطالب بالغاء ماده الدين، انا الحقيقه ضد فكره الغاء ماده الدين من المدارس. لان ماده الدين انا النهارده بقيت بعتبرها انه بيخش يغشوا كلهم من بعض الصور ويكتبوها عشان ينجحوا. لا، اديله حاجه تبسط الدين. هو في ناس كانت بتقترح انه يحصل دمج ما بين مثلا دين ده انا على فكره من اول المقترحين لهذا الاقتراح. انا مش هنعلق الاقتراحات من بعض. لا بالعكس، ده انا يبقى حد خدها مني في دقيقه لا لا بهزر. لا طبعا والله انا كان عندي يعني رؤيه وكتبتها واتكلمت عنها كتير جدا. ان يبقى في ماده لتعليم الاخلاقيات، اخلاقيات الاديان واحده. لا تسرق، لا تزني، لا تكذب، لا كله زي بعضه. ان انا اقعد المسلم والمسيحي مع بعض. بقول الايه اللي بتقول الكلام ده بتؤكدها، والحديث. وكمان مش مطلوب منك تحفظها، انا عايزه اوصل لك المعلومه وافهمك ان ربنا هو النازل الاديان كلها وهو واحد وتعاليمه واحده. اولا ده هيخلي ما فيش الحساسيه اللي بتحصل احيانا دي ما بين ان انا افصل المسلم وافصل المسيحي. في نفس الوقت فكره ان انا الغي يعني فكره الدين خالص. طب امال انا هسيب الشباب دول مين يفهمهم دينهم؟ اسيبهم بقى لداعش مش عارف جماعات الاخوان والهجص اللي هم بيقعدوا يستقطبوا الاولاد دول ويقعدوا يلعبوا في دماغهم. انما لما اديله انا منظور الدين وصحيح الدين في المدرسه معاملات. والدين معامله، الدين اخلاق، سيبك بقى من انا اقعد احفظك وانت مش فاهمها اصلا بتقول يعني حاجه بصراحه تضحك يعني. انما اديله الحاجه اللي يقدر يتعامل بيها، فهمه الدين يعني ايه، فهمه انك تقتل مسلم دي يعني انك دي كارثه. انما ما فيش حاجه اسمها اصلا انا كفرته زي الولد اللي جابوه اللي ذبح الراجل بتاع اللي كان بيبيع بيره ده ولا غيره. يعني انت النهارده الشيخ قال له والله ده كافر اقتله، راح قتله. ما هو انت لو مفهمه صح ومعلمه صح، لا هو هيروح لده من اللي بيسمعه ده. طبعا يرجع لمين؟ يرجع للمدرسه. المدرسه تعلم، البيت يعلم. الحقيقه وزاره التربيه والتعليم لم تعد الوزاره تحمل هذا الاسم. هل انت مع برضو ان الكليات تعمل امتحانات لدخول الطلبه، ما يبقاش موضوع مجموع وخلاص؟ طبعا انا مع ان في كليات ما ينفعش فيها مجموعه، كليه فنون جميله، كليه فنون تطبيقيه، في كليات ما بيعملوا قدرات بس برضو مهما كان بيبقى داخل للاسف برضو قدرات كلام فاضي يعني. انما الجامعات الخاصه بقى الحقيقه احنا محتاجين نتعلم منها ده، انها بتعمل امتحان قدرات حتى لو انت جايب مجموعه كليه لكن ما نجحتش في امتحان القدرات ما بياخدوش. ده الحقيقه المفروض انه يبقى شيء مهم قوي. فكره ان ندي طالب الثانويه العامه فرصه مره واثنين، يعني يخليهم طيب
يعني يقدر يحسن من غير البريشر ده، ومن غير ما احطه. النظام البريطاني بيعمل حاجه لطيفه جدا، ان ورقه الامتحان 3 ورقات ما هيش ورقه 3 واحده، انواع اللي هي بالظبط ان واحد زي كده اسئله سرد يعني، والتاني بتختار ما بين 3 حاجات، والتالت للطالب المتميز اللي اقدر اطرح عليه فكره فيقدر هو يتخيل، يبقى عنده التخيل ده، يخرج عن النص بالظبط، او يخرج عن الصندوق بالظبط كده. خلي نوعيه الامتحانات كده ما تبقاش كلها يعني. انت عارفه تاكيدا لكلامك ده، اتعمل مره فيلم تسجيلي حلو قوي. واحد بيتكلم على جاب لك مثلا القطر شكله زمان، وبعدين القطر دلوقتي اللي هو الصاروخ ده، وبعدين جاب لك مثلا التليفون زمان اللي كان قد كده، وبعدين جاب لك الموبايل دلوقتي اللي بتقدري تعملي بيه، جاب لك كل حاجه بتتطور، بعدين جاب لك الفصل زمان هو نفس الفصل دلوقتي. دي كارثه بقى. ونفس المدرس هو اللي واقف بيشرح لطفل ذكي جدا، وطفل معدل ذكائه مش قد كده لكن في الرياضه مثلا متميز، فقال لك ازاي تعلمه عصفور ينزل الميه يعوم، في حين ان هي قدراته ان هو يطير، فانت كسرته عشان تخليه يعوم. فالمفروض ان احنا يعني انت شايفه فيديو زي ده ممكن ازاي ممكن كل طفل نقدر نستغل الحته اللي فيه. انا اعتقد صعبه مع التعليم. والله طبعا مع نظام التعليم ده مستحيل، مش صعبه، انما لكن مع نظام ان انت تهتمي بان اطلع يعني كل واحد لازم يكون في حاجه متميز فيها، ما فيش حد غبي في المطلق ولا حد هايل في المطلق. دور على كل واحد اللي واخد اتجاه واحد. يعني انا هقول لك على مثل انا لما درست في امريكا عندهم حاجه لطيفه كده، بيقعد يلففك على حصه. اولا حصه الالعاب هي الحصه الوحيده اللي كل يوم، مش مره في الاسبوع. كل يوم النهارده اسبوع فولي، اسبوع باسكت، اسبوع تنس، اسبوع يلفف الطلبه ويقعد يراقبهم، يشوف مين اللي يمكن عنده موهبه في دي. كوره هاتوا بقى وخدوا وظبط له حصصه وظبط له مش عارف ايه، ودخله المنتخب يعني، وخلي كمان الرياضه عليها نمر بالظبط كده. يعني موضوع الاوبن بوك تيست اللي بيتعمل، اللي هو الكتاب المفتوح لما تيجي تمتحني، ده في النظام الامريكان. انا اول مره فاكره كويس قوي، اول امتحان امتحنته هناك، اول ما قالوا لنا ده الامتحان اوبن بوك فرحت قوي بقى، عملت فهلوه المصريين، طب الحمد لله مش هنذاكر. دخلت بالكتاب ما عرفتش اطلع ولا رد ولا اجابه، وسقطت في اول امتحان. يعني ما كنتش عارفه انه طبعا بيديكي يعني بيقول لك الاجابه لازم تبقي قاريه، مش برضو هي فهلوه ان انت طب كويس هطلع الاجابه، لا خالص. هو عايز واحد قاري وفاهم وبيمتحنك من هذا المنظور. مش فاهمه الكلام ده احنا مستنيين ايه عشان نطبقه، وده محتاج بقى رؤيه من الاول. والمناهج دي شكرا كام سنه كده يعني احنا عشان نشوف اجيال طالعه، اولا ممكن نستغنى عن اللي موجودين دلوقتي، مش نستغنى عنهم طبعا، نعمل لهم التطوير اللي بيقولوا عليه. يعني نحاول نقلل الدروس الخصوصيه، نحاول نعمل امتحانات نأهل بيها المدرس. هو المدرس كمان الحقيقه غلبان برضه، يعني المدرس برضه محتاج تطوير الشغل على المدرس، وده اللي عملته ماليزيا، وده اللي عملته البحرين، وده اللي عمله محمد علي باشا شخصيا، انه جاب المدرس وابتدى يأهله، اعاده تاهيله ودخله امتحانات، واشوف هو ينفع يدرس في ايه. مش كل واحد بيدرس في المدرسه على فكره، فانا بشوف مدرسين يعني حتى احترام الطالب ليهم ما عادش زي زمان. احنا كنا من المدرسين بتوعنا يعدوا وتقومي تتنفضي تقفي. بشوف العيال دلوقتي قاعد حاطط رجله في وش المدرس، هو معدي عادي خالص، ويعدي كفك يعني بجد شايفه الكلام ده ما ينفعش، لا يليق، لان مهما كان في احترام للمعلم يعني. ده هيتعمل لما نغير المنظومه كلها تاني، زي ما بقول ان احنا نستغنى عن فكره ان في اول 4-5 سنين زي ما انت قلتي كده ما يبقاش كتب وصم وامتحانات بس، لا، ونص درجه تطلع الولد الثالث والرابع وتجيب له عقده واصحابه يتريقوا عليه والمدرسه تضربه. يعني كلام بصراحه لازم يعني ابتدي اشتغل على ان انا اطلع احسن ما في هذا الطالب، احسن ما فيه حسب امكانياته، اوظف امكانياته دي في منهج يخصه. على فكره من الحاجات برضو بتعمل في المنهج الامريكان بره، انك لو مثلا سيدنا النهارده في اعداديه، لكن انا مش قادره استوعب منهج الحساب او بتاع تانية اعدادي، ممكن على فكره ياخد منهج الحساب بتاع تانية اعدادي ويعدي بيه، يعني ليها قصه كده، لكن اقلل له جرعه بتاعه اللي هو تعبان فيه او اللي متضايق منه بالظبط كده. يعني هم بيقدروا يكستمايز او يوضبوا المنهج ده على حسب عقليه الطفل اللي قدامهم. انا هقدر استفيد من الموهوب في البيانو، ما هو ده حاجه مهمه يعني. ما هو اكيد عمر خيرت في المدرسه مش شرط ان هو كان الاول على العالم يعني، لكن موهبه عظيمه، حاجه عظيمه. الحلقه اللي فاتت بنتكلم على توماس اديسون وازاي والدته كان جالها في الاول ورقه كده، قال لوالدته جالي ورقه من المدرسه قريها، فقريتها فبيقولوا لها فيها ابنك ما ينفعش في التعليم خالص لانه معدل ذكائه قليل جدا، فاحنا هنرفده، واتطرد من المدرسه. عيطت شويه وبعدين مسكت ابنها، بقت هي اللي تعلمه فعلا، وقالت له عارف المدرسه بعتالي تقول لي
ان انت ذكي ذكاء زياده عن اللزوم لدرجه ان هم مش قادرين يتوافقوا مع ذكائك ده. فانت هعلمك انا بقى في البيت لانهم مش هيقدروا عليك، يعني مش هيقدروا على ذكائك، وطلعت منه حاجه يعني. ما هي دي الام المصريه. احنا دلوقتي مضطرين نكهرب الولاد بقى، مضطرين نكهربهم واحنا بنذاكر وبتاع، وتسخني المعلقه وتعملي ايه طيب؟ ما مش عايزين يفهموا يعني. فالحقيقه كمان وصلوا العلاقات على فكره والله بين الام وولادها الى طريق مسدود. يعني المذاكره دي بيطلع يجري بقى ويتشقلب في البيت وبتاع وانت تجري وراه، يعني بجد برضه حاله الاسترس الفظيعه دي، ما هو دي منعكسه على حاجات كتير جدا يعني. ويقعدوا من الرياضه لو في رياضه عشان يلحق يذاكر، هي تاخد اجازه من الشغل عشان تقعد له وهو بيذاكر، وتلاقي البيت كله ممنوع الزيارات. وعلى فكره وموضوع الرياضه ده على فكره مسؤوليه مدرسه برضه، يعني الرياضه انا النهارده عشان اطلع واحد موهوب رياضيا، ما هو ده المدرسه لو قدرت تركز مع الولاد وحصه العاب وزي زمان بقى احنا ايامنا احنا، بتقدري تقولي والله ده ينفع، طب خد ده، طب ندخله، طب المنتخب، طب نادي، قلتلي انت اللي تساعديه عشان يقدر يحقق حاجه. والنجاح ما هوش بس نجاح على فكره يعني شهاده، لا النجاح في حاجات مجالات الحياه كتير جدا يعني. صحيح. انا دكتوره رشا انا سعيده اولا بوجودك معانا جدا، ولو وقتك يسمح تكوني معانا ان شاء الله في حلقات ثانيه، لان انا عارفه عندك ملفات كتير كمان عن المراه تحديدا، واحنا عايزين نركز شويه. المراه برضو اتظلمت شويه، وبالذات انها كان ليها دور كبير بدايه من 30 يوم كمان. والله انت عارفه طبعا وجودي معاكي بيسعدني قد ايه، وانا ممكن اجي كل يوم يعني طالما انت موجوده يعني. انا اللي بشكركم على الاستضافه الجميله دي والله. دكتوره رشا سمير هي روائيه وكاتبه وصحفيه، ان شاء الله هيكون لينا ميعاد معاها مره ثانيه لو وقتها يسمح ان شاء الله. نشوفكم الحلقه الجايه، وبشكركم على حسن المتابعه وتصبحوا على خير.